اكبر عاده سيئه اكتسبناها بسبب نظام التعليم وبسبب الشغل هو ان احنا لازم نبدو اننا مشغولين. فبتلاقينا دايما بنطارد ان احنا نفضل قاعدين على الجهاز بنشتغل، مش لازم نكون بننتج بس لازم نبدو مشغولين. والحقيقه مخ الانسان قادر فقط على التركيز لمده 90 دقيقه، واصرارك على ان انت تعمل عكس كده بيجي عليك بنتيجه عكسيه، بتلاقي نفسك فقدت التركيز، بتوصل للاحتراق الذهني وبتلاقي نفسك مش عايز تشتغل او تذاكر يعني خلال فتره قصيره. الحل هو ان انت تطبق مفهوم السبرنتس، بمعنى ان انت بتقعد تركز، تشتغل شغل عميق لمدة 90 دقيقة على الأكثر وبعد كده تريح. تبقى بتقرأ وبتخلي مخك ان هو يكتسب معلومات بشكل ممنهج. كتير من الأحيان قبل كده كنت بشوف القراءة على انها تضييع وقت، ان انا لازم اقعد دايما ابقى شغال ماسك ماشين وقاعد بشتغل. والحقيقة دي حاجة غلط. لو انت شخص فعلا عايز توصل لمرحلة انك تبقى منتج اكتر وان انت تبقى مبدع اكتر ومختلف عن غيرك، فانت محتاج ان انت تدي لنفسك وقت انك تكتسب معلومات، انك تقرأ. وارن بافيت بيقرا تقريبا 4 ساعات في اليوم، وفي ايام ما بيعملش فيها اي حاجه، بيبقى بس الروتين بتاعه ان هو بيحلق شعره وبيتمشى وهكذا. طبعا احنا مش في الحاله الماديه بتاعت وارن بافيت، ولكن انا بوصل لك الصوره. لازم تدي لنفسك فرصه انك ترتاح، ما تجريش ورا الثقافه بتاعت ان انت لازم تفضل دايما شغال وتشتغل 14 ساعه في اليوم وكده. حتى لو اشتغلت 14 ساعه في اليوم ادي لمخك فرصه ان هو يرتاح، لانك مش مكنه. المخ نفسه لازم ياخد فتره راحه ويبدا ان هو يعالج المعلومات اللي انت اكتسبتها. هو بالظبط عامل زي العضله. لو انت رحت الجيم مثلا ما بتتمرنش لمده 3 ساعات، بتتمرن لمده 45 دقيقه لساعه، وبعد كده بتروح تريح وبيحصل استشفاء للعضلات. فمخك محتاج ان هو يحصل له استشفاء. المكن عموما بيقدر ان هو يضاعف الانتاجيه بان هو بيضاعف الشغل اكتر. الخوارزميات بتقدر ان هي تنتج معلومات كتيره في وقت قليل. فانت كانسان محتاج ان انت تبقى فريد ومختلف عن الحاجات دي، بان انت تبقى مبدع اكتر، بان انت تجمع افكار كتيره وتربطها ببعضها وتطلع بشيء مختلف. هو ده اللي هيخليك ان انت تبقى مميز. هو ده اللي يخليك ان انت يبقى عندك فرص شغل تانية والناس تدفع لك فلوس مقابل شيء مختلف مش هيقدروا ان هم ياخدوه عن طريق الالات.